بسم الله الرحمن الرحيم. ضيفنا لهذا اليوم في قناة اللواء هو السيد مبارك بن محمد الخيارين. يا مرحبا يا ابو محمد. مرحبا ومسهلا يا ابو نايف، الله يرحب فيك. يا مرحبا. رئيس الفيفا قال أن كأس العالم قطر 2022 هي النسخة الأفضل. أنت كمتابع برأيك ما هي العوامل التي جعلت الاستضافة القطرية النسخة الأفضل، ولماذا هي استثنائية؟ خلني أبدالك من اللي حدث اللي صار اليوم. طبعا قناة الBBC عملوا استفتاء لقرن، فطلعت قطر في الاستفتاء هي الأفضل لمدة قرن. هذا الأول شيء اللي صار. أما أنها كيف صارت استثناء أو أنها بطولة استثنائية، في عوامل كثيرة إن شاء الله أتذكر بعض النقاط منها. مثال، تفضل. أو آخر دورة راح تكون 32 فريق. نعم. الدورة الوحيدة في العالم اللي أنت ممكن تحضر 4 مباريات في اليوم. وصار الدورة الوحيدة اللي أقيمت في موسم الشتاء. صحيح. يعني الدورة الوحيدة اللي الحمد لله أنها ابتدت وانتهت بدون شغب جماهيري. اللهم لك الحمد. فيه ميزات كثيرة ما تحضرني، ولكن أبرز ما يميز هذه النسخة يتكلمونها العالم مش أنا يمكن شهادتي تعتبر مجروحة. صحيح. هناك من ادعى أن نجاح مونديال كأس العالم قطر 2022 كان نتيجة حتمية، وذلك لصرف أكثر من 200 مليار دولار على الاستضافة. أنا الكلام هذا سمعته وكلام يعني ما أدري كيف العالم تفسيرها، أنه ترى ال 200 مليار اللي أعلنوا عنها أو تكلموا عنها مش مجرد ثمان ملاعب. حنا بنوا هنا في بلدنا بنية تحتية جديدة، احنا ما كان عندنا بنية تحتية، بل أقيمت مدن جديدة، متر وأنفاق يربط قطر كلها بشبكة تحت الأرض. أنت تصور كم تكلفتها. وسائل نقل حديثة. يا أخي من أكبر الموانئ في المنطقة أو في العالم ميناء حمد الدولي. من أكبر المطارات في العالم مطار حمد الدولي، والمستشفيات والمعاهد والأمور هذه كلها، والشوارع والطرق والجسور والأنفاق هذه كلها، إذا أنت قستها في خلال أو في مبلغ ال 200 مليار ترى ولا شيء. لأن أصلا هذه كانت معلنة قبل استضافة كأس العالم، من كان سمو الأمير ولي عهد رؤية 2030. فهذه موضوعها أصلا من ضمن الرؤية ل 2030، سواء أقامت قطر كأس العالم أو لم تقم، سوف تصرف هذه المبالغ على هذه البنية التحتية أو على هذه الرؤية اللي هي 2030. ولا زال أنا أعتقد أن ما شفناه أو ما عمل لحد الآن 60 إلى 80% لا زال فيه إلى 2030 من رؤية قطر أن راح نشوف الأكثر. والله الحمد أن كل شيء صرف في محله، وناس عملت العمل المشرف اللي نفتخر فيه كلنا كقطريين وكعرب وكخليجيين، بما عكس هذا الشيء على بلدنا وشافوه كل العالم وتكلموا عنه كل العالم بإعجاب. فالناس تبالغ في الرقم، ترى الرقم في بناء الدول ولا شيء يعني. وظهرت مدينة حديثة متكاملة. مدن نعم. يا أبو نايف، مش مدينة، ظهرت مدن حديثة متكاملة. صحيح. يعني أنا أتذكر إحدى المدن كانت عبارة عن صحراء، الآن من أروع ومن أحدث مدن العالم. لحتى مثال شوارع مكيفة، يمكن ما في العالم في شوارع مكيفة إلا في قطر ولله الحمد. يعني تتمشى في الصيف، هذا شيء نفتخر فيه. نعم. ومهما عملت الدولة للدولة عملوه لا ننظر له ولا شيء. والملاعب مكيفة. أنا أقول لك هذه نعم. غير الملاعب، يعني هاي البنية التحتية اللي عملت والمدن الحديثة وما رافقها من موانئ ومطارات وشوارع وجسور وإلى آخره. ماذا عن من شكك في حجم قطر كبلد صغير من حيث المساحة، وكيف سوف تستوعب هذه الحشود؟ من شكك في هذا الشيء الجواب بسيط. آخر بطولة كأس عالم 2018 في روسيا كان عدد الحضور 2 مليون وشوي. عدد الجماهير اللي صار في كأس عالم 2022 في قطر صار أكثر من 3 مليون و200.
فمن شكك هذا الشيء، الرقم اللي صار حضر وراح، هذا جواب التشكيكه يعني. نعم صحيح. حملات التشويه والتشكيك والحقد والتحريض ضد قطر قبل المونديال بفترة قصيرة، ما هي أسبابها؟ ولماذا هدأت برأيك مع النصف الأخير للمونديال؟ لا معليش، خلني أقول لك، هي مش قبل المونديال بفترة بسيطة، هي يمكن زادت مع بداية المونديال، ولكن هي من أعلن أن قطر راح تقيم كأس العالم من سنة 2010، وقطر متعرضة لحملة لم تتعرض لها دولة في العالم من تشويه ومن عنصرية ومن تحريض وإلى آخره. فهذا كنا كبداية مثل ما قال سمو الأمير في خطابه الأخير مجلس الشورى، نعتقد أنه كان نقد بناء، فحاولوا القائمين على أو المنظمين لكأس العالم أن يصلحون من الانتقادات اللي صارت، وتبينت لنا أنها هي مش مجرد انتقادات بناءة، أكثر من الإساءة ضد قطر. فلله الحمد أن احنا تجاوزنا عليها وردينا عليهم بالعمل، أو بالعمل وليس بالقول، بأرض الواقع. نعم. اشتدت الفترة الأخيرة حتى أنه يحاولون بقدر المستطاع، لأن ما استطاعوا بتشكيكهم الأول أنهم يخربون لإقامة المونديال، فالمونديال خلاص اوريدي قام، لكن كان ابتدوا في الهدف الثاني اللي هو تخريب المونديال. لما هم العالم أو الجماهير اللي جات بالذات من الغرب اكتشفوا كذب ما ينقل لهم إعلامهم عن قطر، فما عاد عندهم حل، يعني اكتشفوا أن إعلامهم كذاب يكذب عليهم. فلذلك هم رضخوا للأمر الواقع، فتماشوا أن هم معانا، ولكن هم لا، مش معانا بهدف العنصرية وبهدف أن احنا دولة عربية أو شرق أوسطية أو دولة مسلمة، أول دولة تقيم كأس العالم. وكان عملية حقد عنصري أكثر من أي شيء ثاني، للأسف مدعوم من بعض الدول العربية اللي انظرت بمنظور الغيرة أن كيف قطر تقوم أو تقيم كأس العالم عندها. فاحنا دائما سياستنا ننظر للأمام، ما نشوف اللي صار في الخلف. أبو محمد، تم الضرب على وتر حقوق الإنسان في قطر بادعاء وفيات العمال، كمتابع كيف ترى أفضل رد عليهم؟ والله شوف، اللي يبي يسيء لك لو قلت له هذا الثوب لون أبيض قال لك أسود. فمثل ما قلت لك، احنا نمشي دائما بالخطط المرسومة والتوجيهات من القيادة للأمام، ما ننظر للخلف، نخلي للخلف اللي للخلف. هم التشويه لما تتكلم عن حقوق العمال وما شابه، يا أخي أنت عندك من أعلن عن كأس العالم حتى بدايته 12 سنة 12 سنة، كم من ملايين العمال اللي انولدوا وماتوا كأمور طبيعية كبشر، كم من ولد ومات في هذا الشيء. فهم ركزوا أن العمال ماتوا، طيب العمال بشر يموتون ويولدون. مع أنها جات منظمات حقوقية وشافت مواقع العمال وشافت عملهم وشافت، ولكن اللي يبي يسيء لك يبي يسيء لك. هم يتكلمون من باب حقوق الإنسان، هم أكثر ناس ساءوا لحقوق الإنسان الغرب. مثال، فرنسا للآن إلى فترة قريبة إيش سوت بالمجازر في أفريقيا وفي مالي؟ ألمانيا إيش سوت في تاريخها في ناميبيا؟ بلجيكا إيش سوت في أفريقيا؟ بريطانيا كم من مئات الهنود الأسيويين اللي حفروا لها الأنفاق وماتوا في حفر الأنفاق. حنا ديننا وصانا على التعامل الحسن، وعطى العامل أجره قبل أن يجف عرقه. حنا من يعلم العالم حقوق البشر وحقوق الإنسان، أما هم لا زالوا للآن. فرنسا لعيبتهم تعاملوا معهم معاملة عنصرية لأنهم خسروا في كأس العالم. ألمانيا كذلك. بريطانيا اللعيبة اللي عندهم الأفارقة اللي قالوا لهم ارجعوا لأفريقيا. فهم يتكلمون من باب هم من يعمل الخطأ فيه. فدائما مثل ما قلت ونكرر، نمشي ما نشوف اللي يتكلم ورايا. حتى رئيس الفيفا وصف الانتقادات الأوروبية بالنفاق. شوف، أنا سمعت تصريح رئيس الفيفا، ولكن حتى توني بلاير أثناء بطولة كأس العالم نفسه تكلم، قال إن احنا بالغنا في الانتقاد قطر. يا رجل، هم حتى الإعلانات منعوا للإعلانات أنها تقام على وسائل النقل بريطانيا. صحيح. فرنسا منعت الشاشات في الساحات الرئيسية، والغرب بشكل عام. فهي حرب عنصرية،
يعني هذه ما كان المقصود فيها كأس العالم، وإنما المقصود فيها أن عنصريتهم والتعالي على العرب وعلى المسلمين، وإحنا ردينا عليهم بالعمل الحسن الصحيح، والحمد لله رب العالمين. وما زال اللاجئين يعانون، ولا زال اللاجئين يعانون، ولا زالت إلى الآن لو نظرت تلفزيوناتهم لين أمس في فرنسا عندهم تمييز عنصري، وواحد قتل مجموعة وإلى آخره. هم ما يدعون له يعملونه أصلا. صحيح. محاولة فرض المثلية وشعاراتها ومجتمع الميم، كيف رأيت هذا الأمر؟ وكيف رأيت الرد القطري، خاصة أن قطر فرضت على الجميع ثقافتها ودينها؟ والله أنا فخور وأتكلم بكل فخر واعتزاز أنها بلادي عملت هذا الشيء. أنا أتذكر سمو الأمير حفظه الله في إحدى زياراته الخارجية لأوروبا سأل إحدى الإعلاميين هذا السؤال، فكان جوابه: احنا نرحب بالجميع بشرط أن يتقيد بقوانين البلد وعاداتها وتقاليدها. فما قال سمو الأمير في المؤتمر الصحفي هو من مبدأ عاداتنا وديننا وتقاليدنا. فرب العالمين خلق ذكر وأنثى، ما في حرف ميم ولا مثليين ولا مشابه، في رجل وفي مرأة، صحيح. ذكر وأنثى في البشر، في الحيوان، يا رجل حتى في النبات. فإذا أنت مبدأك أو هم مبدأهم المبدأ السيء اللي هم يعتقدون هذا صح، فالحمد لله احنا عندنا مبدأ الصحيح اللي يحث عليه ديننا وعاداتنا وعرافنا وتقاليدنا، وهم رأوا فيه على أرض الواقع ما كان ان احنا نتكلم عنه صح ونظروا فيه الصحيح. اما الخطأ ما يجبرني هو اني امشي على اهواء الخاطئة، ولا ان نمشي على اهواء الخاطئة، ولا نطبق افكارهم الشاذة دينيا وعقائديا وحتى بخلق الطبيعة. صحيح. الصورة النمطية عند الغرب ونظرتهم تجاه العرب بشكل عام والخليج بشكل خاص لا تتعدى خيمة، صحراء، جمال، أموال لا يحسنون التصرف بها أيضا. حتى اللبس العربي كان بالنسبة لهم دليل تخلف. هل نجحت قطر بتغيير الصورة النمطية من خلال ما شاهده العالم، وخاصة بشت ميسي وإقبال الجماهير عليه؟ أول حاجة الغرب راح ينظر لك دائما النظرة العنصرية، وأنه ينظر لك أنت مجرد بئر نفط، وينظرون للعرب من هذا المجال أنه هو يبي منك دائما وتدفع له مقابل تنفيذ الأوامر اللي هو يبيها، وراح يبقى أنك أنت في باله أنك متخلف، أنك إلى آخره، مهما شاهد من عندك من حداثة وتطور. ولكن أثبتنا لهم أن احنا نعم الخيمة تاريخ واعتزاز، وكان افتتاح كأس العالم الاستاد بني على هيئة خيمة وشبة ضوء، تحفة عمرانية صحيح. حديثة، وحتى الأغنية والله مش متذكرة، ولكن فيها مجال الترحيب. نعم احنا عاداتنا وتقاليدنا وديننا يحثنا على الخيمة اللي كنا فيها، ولله الحمد الخيمة طورت عقولنا إلى أعلى المباني وأعلى الطرق وأفضل من دولهم، بدرجة أنها لما رجعوا لبلدهم رسموا رسوم كاريكاتيرية ترويهم الحداثة والتطور في مدننا والإساءة والشيء السيء في مدنهم. هذا بالنسبة للعمران، وفكر أنهم ينظرون لنا أنه مجرد خيمة وعباءة وقطرة. ولكن بلادي أعطت درس للعالم بالزي العربي. مثال، أنا وكل عربي نفتخر أن الصورة هذه اللي بطل كاس العالم بالبشت أو بالعباءة العربية أنها راح تبقى للأبد. وصراحة يعني فكرة معلم، ومهما تكلمنا ما راح نوفي هذه الفكرة حقها، لأنها أصلا العالم كله تكلم عنها، لها صدى كبير. صحيح. مثال الأرجنتين يعتبرون مارادونا إيقونة عندهم، صحيح، رمز مهم من رموزهم، فرسموه بالقطرة العربية. فمحاولة الدول تعمل عشرات السنين لتحسين صورتها في القرب وفي العالم عملت بلادي في يوم، وهذا فخر لنا. صحيح. تعتقد بعد هذا النجاح الضخم الذي حققته قطر في كأس العالم، هل يمكن أن تنجح دولة عربية
في الحصول على الاستضافة؟ أتمنى أنها تنجح دولة عربية، أتمنى. يعني ما في عربي ما يتمنى أنه يكرر هذا الحدث في دولة عربية، ولكن اللي أنا متأكد منه وأقوله بالفم المليان، لو فازت دولة عربية يوما ما بتنظيم كأس العالم سوف تسخر بلادي كل خبراتها وإمكانياتها لخدمة هذا البلد العربي اللي يحاول ينظم كأس العالم. وأنا أقولها من باب تأكيد، حتى لو بعض العرب حاول يوما ما يحاربنا، فإحنا ليس بطبعنا ولا تربينا على هذا الشيء. أنا متأكد راح نساعده بكل قوة، بكل ما نملك من خبرة وإمكانيات، وراح تسخر كل إمكانيات بلدي في هذا المجال لصالح هذه الدولة العربية اللي إن شاء الله تستضيف كأس العالم. ما في شك. أبو محمد، كلمة أخيرة تحب أن تختم بها هذا اللقاء؟ والله الكلمة الأخيرة شو أقول لك، يعني مهما قلنا ومهما تكلمنا عن اللجنة المنظمة العليا لكأس العالم، مهما قلنا عنهم ما راح نوفيهم حقهم، ولكن أقول لهم شكرا، ألف 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 شكر لكم على كل ما عملتوه من جهد من 12 سنة حتى آخر يوم من المونديال، وشغلة شرفتنا وانتم قدها وبيض الله وجهكم. يعطيك العافية أبو محمد، شرفتنا في هذا اللقاء. الله يعافيك، جزاك الله خير. الله يسلمك، الله يحييك.